طبعا خطر، يقدر يكسب، اكيد يقدر يكسب، لكن العنابي قوي حتى الان، يقدر يكسب لسه بقول لحضراتكم. فعلا سعود كريري بضربة راس صعبة على كل الحراس بما فيهم قاسم برهان، ليتقدم الاخضر السعودي باول اهداف اللقاء. 1-0 للاخضر السعودي، يمتلك ادوات الانتصار. نعم، من لاعبي خط الوسط من المهاجمين يتقدم المنتخب السعودي على العنابي 1-0 وسط فرحة 60,000 مشجع سعودي في المدرجات، بينما صمت على جماهير العنابي التي حضرت خصيصا لمتابعة اللقاء ومؤازرة فريقها. ادي الضربة الرأسية، مفيش حراسة على القائمين، وحاول معاها الحقيقة قاسم برهان لكنها في الزاوية البعيدة ليرد سعود كريري على كل المشككين في قدراتهم في افضل اللاعبين في البطولة. ادي لا 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 لا، انه الرد السريع، انه الرد الفوري، انه الرد القوي، لا 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 لا، انه العنابي، يا عنابي، يعود العنابي ليتعادل. سبحان الله، سيناريو مكرر، يتقدم الاخضر السعودي ليتعادل العنابي، ومهدي علي وعلم العنابي يرفرف في سماء الرياض. جماهير قطر، جماهير العنابي حضرت خصيصا لمؤازرة فريقها، وبالفعل يعود العنابي ليتقدم بهدف التعادل. ضربة راس برضه صعبة على الحراس لتكون ضربات الرأس والكرات الركنية هي السبيل للتهديف امام دفاعات منظمة قوية. 1-1، ما في حد احسن من حد، ومن جد وجد ومن زاد